سؤال النهاردة في تربية المراهقين من أم لولد عنده 11 سنة بتقول: ابني بيتنمروا عليه في الفصل، أعمل إيه؟ أولا حضرتك لازم تعرفي بالتفصيل المتنمر ده بيعمل إيه مع ابنك، وحضرتك عرفي ابنك إنك أمانه وفي ظهره، ولو لزم الأمر أنا هروح المدرسة وهقلب الدنيا لحد ما أخد لك حقك يا حبيبي. ليه؟ علشان ابنك يطمن ويبقى شجاع ودايما كمان يحكي لك. لأن لو ابنك كل شوية حد بيتنمر عليه أو بيغلس عليه فبيعيط بقى وما بيعرفش ياخد حقه، بيبقى بيعمل من نفسه ضحية ممتازة للتنمر. لكن لما يكون شجاع وقوي وعارف إن ليه ظهر، مش هيخاف من أي حد، ودي أهم وسيلة لحمايته من التنمر. طيب هعمل إيه؟ تعالي نقسم التنمر: تنمر لفظي، يعني مثلا بيشتم ابنك أو بيوصفه بصفات مش حلوة، أو تنمر جسدي بيزقه بقى بيضربه أو في أي نوع من أنواع التعدي على ابنك أو على حاجته. لازم تروحي المدرسة، ولو ما خدوش موقف جد مع الولد ده ومع أهله، تروحي مرة واتنين وتلاتة وتقلبي الدنيا لحد ما حق ابنك يرجع له. لأن لما ابنك يشوفك وانتي بتعملي كده وبتقلبي الدنيا عليها وطيها لحد ما حقه يرجع له، انتي مش بس بتحميه من التنمر وبتقفي في ظهره، انتي بتعلميه مهارة مهمة جدا: انه يفضل يطالب بحقه لحد ما يجيله. ودي مهارة في منتهى الأهمية ان ولادنا يتعلموها ويعيشوا بيها طول حياتهم. وربنا يحمي كل ولادنا يا رب. سلام عليكم.